لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خير البشر. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وأهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة من برنامجنا آية وحكاية. الآية النهاردة وحكاية الآية بيردوا على حاجة كلنا نفسنا فيها، كلنا مشتاقين ليها، كلنا نفسنا نكون رفقاء النبي في الجنة. وده أمر يسير جدا وسهل جدا، بس عايز شوية تواضع وذلة وخضوع في السجود. المعين والهدف النهاردة هنوصل له بكثرة السجود. مع الآية بتقول في سورة العلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا العلماء بيقولوا عنها إنها أداة زجر ونهي، وإحنا لما بنقرأ سورة العلق ونعرف معانيها ومقاصدها هنحس إن هو مش موضوع زجر ولا نهي، لأن الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول لسيدنا النبي: يا محمد، إذا كان أبو جهل الظالم الجاهل مفكر أو يظن هو أو أي حد من بعده إنه يقدر ينهى حد على إنه هو يعبدني في الأرض أو يصلي لي أو يسجد لي، مش هيقدروا. إنا كفيناك المستهزئين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما تخافش، صلي واترك باب الكريم واسجد لله. كلا لا تطعه، أي لا تسمع له ولا تطع ما يدعيه ولا تمشي خلفه. وإن نادوك بكل لغة التلفزيونات ولا النت ولا التليفونات ولا ما تمشيش وراهم. خلي هدفك واضح، انت عايز تبقى قريب من ربنا وعايز تكون رفيق النبي في الجنة. كلا لا تطعه واسجد، أكثر من السجود لله سبحانه وتعالى. واسجد واقترب، وأنت كلما سجدت لله اقتربت أكثر وأكثر من الله. والله قريب، لكنه هو عايزك أنت تاخد خطوة. ولما تقربت إليه ذراعا تقرب إليك أكثر وأكثر. وهنا لو احنا عايزين نجاوب على السؤال اللي سألناه، نفسك ونفسك ونفسكم تكونوا رفقاء النبي في الجنة؟ طبعا كلنا نتمنى ده، بس احنا هنشوف النهاردة قصة غريبة وعجيبة لشاب لسه في مقتبل عمره، لسه بيبتدي حياته، 17 سنة، ما اتجوزش وما عندوش مأوى، وبياكل لقمته يوميا كفافا مع أهل الصفة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وكان اسمه الشاب ده كعب ابن ربيعة، 17 سنة. تخيل، أنا لو ناديتك وقلت لك تعالى في ملك من ملوك الدنيا جاي لك، أنت أو أنت وأنتوا لسه شباب كده حلوين، وقلت لك ملك من ملوك الدنيا طلبك أنت بالاسم وبقول لك تعالى اسألني أديك اللي أنت عايزه. عايز إيه؟ نفسك في إيه؟ أحقق أنا أديهولك. اطلب وأنا أحققهولك، مش هتأخر عليك. أكيد طبعا ده أنا هتعدل كده واجيب بقى كراسة وقلم واحد أكتب. ده أنا عايز عروسة جميلة، وعايز عربية بقى أعلى موديل، وعايز آيفون مش عارف كام، وعايز. طب شوف كعب ابن أبي ربيعة لما النبي نفس الموقف ينادي عليه ويقول له تعالى يا كعب، تعالى يا كعب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيناديه بوحي، مش بينادي من بنات أفكاره، إنه لا ينطق عن الهوى محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. ينادي على كعب وهو شاب لسه صغير نفسه يتجوز وعايز يكون معاه فلوس وعايز بيت، يقول له سلني يا كعب أعطيك، اسألني وأنا هنفذ لك اللي أنت عايزه كله. خلاص يا كعب، اتفتحت لك طاقة القدر. طب شوفوا كعب بدون ما يفكر ولا يتردد ولا يتلجلج،
يقول للنبي: أكون رفيقك يا رسول الله في الجنة. يا كعب، يا ريتنا كلنا زيك نشتري الآخرة الباقية، إنما كلنا للأسف ماسكين في الدنيا ومتعلقين في حبال الدنيا الدايبة. كعب يقول للنبي: يا رسول الله، أحب أن أكون رفيقك في الجنة. طب النبي وهو عملي صلى الله عليه وسلم، كان عملي مش عاطفي وخلاص، لا، يقول له: أو هو كذلك يا كعب؟ بيعيد عليه السؤال: أنت متأكد من كلامك؟ مالكش طلب تاني؟ ما انتش عايز تتجوز؟ ما انتش عايز فلوس؟ ما انتش عايز عربية؟ ما انتش عايز؟ يقول له: لا يا رسول الله، مش عايز حاجة غير أن أكون رفيقك في الجنة كده. فيقول له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ارتفعت بها درجة في الجنة. الله أكبر. خد قرارك من دلوقتي. لو نفسك تنتصر على معاصيك وذنوبك، لو نفسك تثبت على طريق الله سبحانه وتعالى، لا، والأحسن من ده كله، لو نفسك تكون رفيق النبي في الفردوس الأعلى من الجنة، أكثر من السجود. فرائض الله الخمسة، وزود زود زود. اسجد لله، فكلما سجدت اقتربت وصرت من رفقاء النبي في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي وإياكم ما نتمنى، وأن يرزقنا رفقته في الجنة كما حرمنا صحبته في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.